السلام الله عليكم خوتي وخواتاتي الزوينين، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الموضوع ديال اليوم بغيت نهضر على فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي راه من 2014 2013 داو البطولة، بطولة المغربية، وشاركوا في كأس العالم، داروا موسم تاريخي، وصلوا للفينال ديال كأس العالم. ولكن وسنة 2014 فريق الرجاء البيضاوي حتى اخر مباراة فقد البطولة، ومن تما والرجاء اللور. ومع ذلك من 2016 حتى 2019 او 2020 الرجاء دارت واحد الكارير زوين. ولكن الجمهور ديال الرجاء ما عمرو اقتنع. علاش؟ ما كيشوفش الاداء، ما كيشوفش النتيجه اللي كيبغي، ما كيوصلش للادوار اللي كيبغي في الشامبيونز ليغ. كاينين بزاف ديال الاكراهات، لا من ناحيه الرؤساء، من ناحيه بزاف المدربين، تعاقدات الفاشله. وحاليا بعض الرجاويين كيحسب لهم الحل ديال الرجاء باش تولي تنافس على العصبه هو دير سكاوتينغ والتنقيب في الاكاديميات، وتجيب لاعبين صغار في السن بثمن رخيص مع هامش التطور، وتدخل تربح البطولات والكؤوس وداكشي. ولكن في الحقيقة صديقي، هذه خدمة ديال فرق التكوين وتسويق اللاعبين، وليس فرق الألقاب بحال فريق الرجاء البيضاوي. دابا بالله عليكم عطيوني شي فريق ناجح في العالم كامل خدام بهذه الاستراتيجية. بيراميدز، الاهلي، ريال مدريد، البايرن خدامين بها، ليفربول، تشيلسي، الهلال والاهلي السعودي، لا، ما خدامينش بها. هادو كلهم أندية ربحت أهم الألقاب القارية والدولية في السنوات الأخيرة غير بالانتدابات وليس التكوين. وسيروا طلعوا ضربوا شي طليله على أندية التكوين وتسويق اللاعبين اللي كتجيب المواهب من الأكاديميات، واش خدات شي كأس أو خدات شي بطولة. ترى بنادم اصاحبي كيقارن راسو بنموذج ديال البارسا اللي هو استثناء في العالم كامل. لاماسيا الامكانيات اللي عندها راه ما عندكش منها حتى 5%. فلهذا صديقي لا مجال للمقارنة. والبارسا راه غير ما عندهمش الفلوس، اما كنتي تشوف انتدابات كبيرة فين يبان لك شي راشفورد ولا ليفاندوفسكي ولا فيران لوبيز، ولا مع عدم اغفال ان البارسا لم تفوز بدوري الابطال منذ سنة 2015. يعني باش نفعتها احسن اكاديمية في العالم، والريال جابت على جوج دورات ولا ثلاثة ديال الدورات في العصبة. اسمع ابن عمي، جوج دورات ولا ثلاثة. هادشي علاش مزيان تخدم على التنقيب. هو راه مزيان، ماشي خايب، مزيان تخدم على التنقيب والسكاوتينغ، حيت يقدر يطلع لك لاعب واحد مزيان من 50 لاعب اللي غادي تجيب ويخصهم الوقت. ولكن باش تدي اهم الالقاب راه خاصك الانتدابات الكبيره والمدروسه. ركز لي على المدروسه. الخصوم ديالنا طلعوا لبرا بزاف صديقي. خاصنا حتى حنا نطلعوها شي حاجه. من غير هذا الشيء راه كتساوي سيناريو دورتموند والنادي الافريقي وليل الفرنسي وليون الفرنسي. كرة القدم الحديثة صاحبي أصبحت رياضة رأسمالية، ومشى داك العصر ديال التكوين والكلاش ديال حكا ما حكا عندنا ثلاثة العصبات. هادشي راه مبقاش خدام. سولوا راسكم علاش اياكس اللي عندها 4 ديال العصبات ومدرسة واعرة في التكوين وخبرات من الساحة الأوروبية. اما راه بخصوص ما بعد التوقف الدولي، انا غنتحدث على راسي. هو الحفاظ، او غنقول رايي الشخصي. اولا انا كنأيد الحفاظ على المجموعه الحاليه باستثناء موزيس. علاش موزيس؟ لانه اجنبي وقد نحتاج الى انتداب احد الاجانب اللي غيكونوا في المستوى. وحتى ابريغو، نعم صحيح، ولكن ابريغو تا هو خاصو يمشي بحاله. ولكن واش تعطاتو الفرصه؟ اكيد لا. عمرو دخل شي ماتش، دخل ماتش واحد ما عرفتش 5 دقائق، وهذاك الماتش كان غير ودي. الغير الاجانب كنقصد بهم بوغرين وولد الشيخ. هادو بجوج حسب الراي ديالي خاصهم يبقاو. علاش؟ حيت يقدروا ينفعوا. بوغرين نزل المستوى ديالو، ولكن حنا عارفين المستوى ديالو الحقيقي. دابا نزل المستوى، ولكن المدرب حتى هو خاصو يخدم معاه في مده التوقف. وولد الشيخ حسب الراي ديالي، هاد الوليد هذا عنده كويري وعنده في رجليه. وحتى في الدوري الهولندي ساهم بشكل كبير بزاف في صعود الفريق ديالو الى القسم الاول، وصدمهم مني قال انا غادي
نمشي بحالي. هذا الخوت راه يقدر ينفع، وصعيب نحكم من دابا عليه بالفشل. ايوا، وغادي ندخلوا للمهاجم اللي معولين عليه، المهاجم ديال المربع سي خافي. خافي للاسف كينقصو التركيز، كرات ساهله كيضيعها، هو مشاكس وكيبرز الخصم، وربما على ما اظن كيحتاج شويه ديال الوقت، لان الرجاء ماشي فريق عادي. الرجاء ماشي هي وجده، الرجاء ماشي هي بركان، الرجاء ماشي هي الجيش الملكي. الرجاء فيها ضغط كبير. الرجاء كما كتعرفوا هي اكبر فريق في المغرب، وهي اول فريق او اكبر فريق عنده قاعده جماهيريه كبيره كبيره بزاف. المهم الراي ديالي ان خافي يقدر يكون الخيار الثاني بعد انتداب مهاجم يكون من الصف الاول. وباقي لنا النجاري. هذا النجاري هذا كنشوفو انا هو الاقرب للرحيل. وغندوزو لبعدي، ربما خيار اخر. هذا بعدي هذا كيبقى خيار اخر دقائق المباراة، يقدر يدخل يتقاتل يصيدك في بلانتي. المهم يدير شي حاجه. ولكن في النهايه ديال الموسم خاصنا نتفكوا منه، خاصنا نستغنيو عليه ونجيبو شي وليد باقي صغير كيلعب اريان غوش او كيلعب اريان دروا. المهم غنسولكم واحد السؤال غنسولو لنفسي، هو مربط الفرس اجلول. مربط الفرس هو انتداب اللي كيعطي قيمه مضافه للرجاء. راس حربه كيعرف غير الشبكه، بحال الشكل ديال مالانغو وسانغور اللي عقلتو عليه. هاد سانغور هذا راه كان طويل، راه ضرب على الوداد شي جوج المرات ولا ثلاثه، راه كنا جابتو الرجاء من العين الاماراتي غير بريطيك، لا عقلتو عليه. ما يعقلوش عليه وليدات الايفون وداك الشيء. المهم حنا ما كرهناش شي واحد يكون فحالو او فحال مالانكو، يكون كيعرف الشبكه، كيخلع، يكون صحيح، كيضرب بالراس، كيكويري، كيلعب برجليه كلشي. وبغينا شي وسط ميدان يكون كاسور، يكون مقاتل، كيلعب 8 وكيلعب 6، ويكون كيعرف يخرج لابال، ماشي كيبقى يلعب غير كرات، غير يلعب غير بالعرض، لا، يلعب في الانترفال، يلعب شويه بروفوندور. وبغينا شي ايلي دروا او ايلي غوش. المهم جناح يكون هجومي، جناح ماشي تعطيه كره يعطيه بولكسوت او العامري كره يعاود يرجع اللور او يرجع المليون، لا، شي جناح يكون في الشكل ديال عثمان معما، كيقصد عشنا كيقصد لعاب جوج ما كيعقلش عليهم، ما كيخافش. المهم الخوت، الرجاء خاص 4 ديال الانتدابات، ماشي الخرشف والخرشف اللي جاب لنا الزيات، لا لا، خاص انتدابات اللي تعطي الفريق قوة وتساهم في تحسين الأداء وفي صناعة الفرص والتهديف. وخلاصة القول، خاصنا نحافظوا على جل العناصر ونجيبوا 4 ديال الانتدابات يلعبوا أساسيين. اسمع صديقي، 4 ديال الانتدابات خاصهم يلعبوا أساسيين، وبالواضح تكون شركة تقضي على الأزمة. هاد الشركة هذه اللي تكونات خاصها تقضي على الأزمة، تهيكل الفريق إداريا، تجيب موارد مالية. هادشي زين، ولكن الا ما كانتش النتائج الاصدقاء كلشي كيتشضرب في الزيرو. المهم هنا كنسالي الحوار مع راسي، ولكن غادي نوجه واحد الرساله للسي الرئيس السي زياد. وبالنسبه الراي ديالي نقدر نكون مصيبا او مخطئا ولا الزم به احد. المهم دابا غادي ندوزو الرساله اللي بغيت نخليها للسي زياد. الرسالة اللي بغيت نقول لك السي زياد هو أنه كاين إجماع من طرف الجمهور والمكتب والمدير الرياضي والمدرب وكل المكونات الرجاوية وغيرها على أنه وجب تعزيز الفريق في الانتدابات الشتوية. هذا معطى لا نختلف فيه، ويبقى السؤال: هل ستكون بداية انتدابات حقيقية تعطي قيمة مضافة وتساهم في ملء الخصاص أو لا؟ حيث الماضي كرس فكرة انتدابات من أجل تيمم، واليوم ما نحتاجه ليس الترقيع بل التوقيع للاعبين في مستوى عالي في ظل النهضة التسيرية للفريق بعد تفعيل الشركة أكثر من 3 شهور لإصلاح عدم التوازن في التشكيلة وكذلك النسق البدني. هذه سي زياد فرصة لا تعوض في انتظار قادم الأيام. سي زياد، هو الميركاتو جاي، والرجاء ولات شركة والخزينة فيها أزيد من 15 مليار أو أزيد من 20 مليار سنتيم.
ايوا راه الجمهور الرجاوي سيزيات كامل باقي عاقل على واحد التصريح تاريخي كنتي قلتيه، هو ان الرجاء غتولي تنافس الاهلي في الميركاتو. في الميركاتو المهم. واول اختبار فشلتي فيه هو انهم داو ليك الظهير الايسر الشاب الزهواني المتوج بكأس العالم رفقة الشباب. شي على ضحك درتي فينا كي داير بالعامري باقي غيعطي شي حاجه بالعامري هو ولا فاشل. بالعامري من نهار مشى زين باور وهو ميت ما بقى عمرني فرحت ليه وعمرني عمرو متعني. مازال واحد الماتش نهار رجع من المنتخب مؤخرا كان باقي معنا الشابي هذاك شويه دار واحد كيلوبي شويه كره سونطراج كيتحرك تيجري ولكن تا هو المهم سي زياد اول ميركاتو جاي او بالمعنى الاصح هو هذا الميركاتو هذا غيكون هو الامتحان، امتحان جاي ماشي الميركاتو اللي جاي. وديك الساعه غادي تثبت للجمهور واش انت قاد على المسؤوليه او فقط حتى انت فيك غير الشفوي فحال اللي سبقوك، بحال اللي سبقوك عفوا. وكيف كيقولوا يوم الامتحان يعز المرء او يهان.